النائب المحترم نبيل مطاوع. شكرا معالي الرئيس. هو يظهر ان الغلبان ما بيشبعش غلب في البلد دي. الفلاح المصري فعلا مش عارف يلاقيها منين ولا منين. القطن موجود عنده في البيت، مش لاقي اللي ياخده. البطاطس، سعر البطاطس السنه دي سعر منهار، انتاجيه الفدان انتاجيه قليله. البصل نفس الشيء. الفلاح المصري فعلا مش عارف يلاقيها منين ولا منين. هو الغلبان فعلا في البلد دي يظهر فعلا ان هو ما بيشبعش غلب. زراعه القطن كان دايما يقولوا ان القطن الابيض وزراعه القطن الابيض، والفلاح بيجي في اخر السنه يجوز اولاده ويجوز عياله وبيبقى يوم عيد زراعه القطن الذهب الابيض. فالنهارده فعلا ما عادش ابيض، بقى اسود على الفلاح المصري فعلا، لان القطن لما يجنيه ويجمعه ويتواجد في بيته لحد النهارده، واذا باعه ما يعرفش ياخد فلوسه لحد النهارده، فدي مصيبه كبيره. يا ريس احنا مش عارفين احنا بنزرع ايه، قطن طويل التيله او قصير التيله، وان هو اللي بيستخدم في صناعه الغزل والنسج. مصانع النسيج في المحله وسمنود هنلاقي فعلا المكن متوقف، وده بسبب عدم وجود سياسه زراعيه واضحه. هل احنا فعلا بنستخدم القطن طويل التيله او القطن قصير التيله؟ وبرغم ده كله بنلاقي السيد وزير الزراعه بيبقى جاينا ان احنا بيعمل صفقه او بيعمل اتفاقيه استيراد القطن من الخارج. ازاي؟ ما مش عارف والله. هل فعلا احنا محتاجين القطن اللي من الخارج ده؟ يعني القطن يبقى موجود في البيوت المصريه واحنا نروح نستورده من الخارج؟ يا ريس بناء عليه لابد من التنسيق بين الوزارات المختلفه، اذا كانت وزاره التجاره ولا وزاره الزراعه ولا وزاره الخارجيه ولا. شكرا. النائب المحترم عبد الكريم.